أحيانا بتحصل حاجات مش مفهومة ومحدش عارف يفسرها، ومعانا النهاردة أمر غريب بيحصل في محافظة الإسكندرية. مية بتخرج من باطن الأرض، تطور غريب، وأهالي المنطقة مش عارفين إيه اللي بيحصل بالظبط. لغز بلوك بالإسكندرية، بلوك رقم 8. المية بتخرج من باطن الأرض بشكل مستمر، واللي جعل الناس كلها خايفة لأن بيهدد سلامة المباني، وكمان مصدرها غير معروف بالمرة. والمشكلة إن المية بتخرج باستمرار. الاتصال بحي المنتزه أول بالإسكندرية، وده علشان ينسق مع عدة جهات علشان يعرف السبب الحقيقي لخروج المية بشكل كبير في أحد البلوكات اللي فيها اللغز. بيتوجه الحي المنتزه بجهود لتحديد أسباب خروج المية من باطن الأرض، وده بيحصل داخل شقة سكنية ببلوك 8 في منطقة دربالة. شكوى السكان ويهدد السلامة الإنشائية للعقارات في المنطقة بالكامل. اتصال الناس، شكوى واستغاثة من الأهالي بشارع ابن عقيل في منطقة دربالة علشان وجود مية بتخرج بكثافة من بطن الأرض داخل البلوكات، وخاصة في بلوك 8. وده أمر غريب جدا وبشكل غير مسبوق، محدش عارف السبب. تطور جديد باستعانة الحي بأستاذ من كلية الهندسة في جامعة اسكندرية علشان يعمل تحليل مكثف، وكمان يقدر يفسر الظاهرة الغريبة اللي بتحصل في بلوك 8 اللي بقى ليه لغز غريب. وده علشان يحلل عينات المية اللي بتخرج من بطن الأرض، وعشان كمان يعرف مصدرها. وده حصل بتواجد من ممثلي مديرية الطرق وكمان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية. وفي إطار متابعة الموضوع الغريب واللغز، بيوضح المهندس رئيس الحي إنه يجري كسح وبيتم شفط المية أول بأول من أسفل البلوك بمنطقة دربالة، وده حرصا طبعا على سلامة المواطنين والمرافق العامة وشبكة الطرق. خروج مية بالشكل ده من باطن الأرض. هنتابع آخر الأخبار معاكم وايه اخر تحليلات المية وايه سببها، ولكن حاليا محدش عارف ايه السبب لان الحي لسه بيجري التحليلات بتاعته علشان يقدر يعرف السبب. لو حد عنده اي تعليق اكتبوا لنا اسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك علشان نرسل لكم كل الاخبار والجديد بمحافظة الاسكندرية. وبننزل كمان في قناتنا شقق للبيع في محافظة الاسكندرية وكافة المحافظات. أحيانا بتحصل حاجات مش مفهومة ومحدش عارف يفسرها، ومعانا النهاردة أمر غريب بيحصل في محافظة الإسكندرية. مية بتخرج من باطن الأرض، تطور غريب، وأهالي المنطقة مش عارفين إيه اللي بيحصل بالظبط. لغز بلوك بالإسكندرية، بلوك رقم 8. المية بتخرج من باطن الأرض بشكل مستمر، واللي جعل الناس كلها خايفة لأن بيهدد سلامة المباني، وكمان مصدرها غير معروف بالمرة. والمشكلة إن المية بتخرج باستمرار. الاتصال بحي المنتزه أول بالإسكندرية، وده علشان ينسق مع عدة جهات علشان يعرف السبب الحقيقي لخروج المية بشكل كبير في أحد البلوكات اللي فيها اللغز. بيتوجه الحي المنتزه بجهود لتحديد أسباب خروج المية من باطن الأرض، وده بيحصل داخل شقة سكنية ببلوك 8 في منطقة دربالة. شكوى السكان ويهدد السلامة الإنشائية للعقارات في المنطقة بالكامل. اتصال الناس، شكوى واستغاثة من الأهالي بشارع ابن عقيل في منطقة دربالة علشان وجود مية بتخرج بكثافة من بطن الأرض داخل البلوكات، وخاصة في بلوك 8. وده أمر غريب جدا وبشكل غير مسبوق، محدش عارف السبب. تطور جديد باستعانة الحي بأستاذ من كلية الهندسة في جامعة اسكندرية علشان يعمل تحليل مكثف، وكمان يقدر يفسر الظاهرة الغريبة اللي بتحصل في بلوك 8 اللي بقى ليه لغز غريب. وده علشان يحلل عينات المية اللي بتخرج من بطن الأرض، وعشان كمان يعرف مصدرها. وده حصل بتواجد من ممثلي مديرية الطرق وكمان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية. وفي إطار متابعة الموضوع الغريب واللغز، بيوضح المهندس رئيس الحي إنه يجري كسح وبيتم شفط المية أول بأول من أسفل البلوك بمنطقة دربالة، وده حرصا طبعا على سلامة المواطنين والمرافق العامة وشبكة الطرق. خروج مية بالشكل ده من باطن الأرض. هنتابع آخر الأخبار معاكم وايه اخر تحليلات المية وايه سببها، ولكن حاليا محدش عارف ايه السبب لان الحي لسه بيجري التحليلات بتاعته علشان يقدر يعرف السبب. لو حد عنده اي تعليق اكتبوا لنا اسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك علشان نرسل لكم كل الاخبار والجديد بمحافظة الاسكندرية. وبننزل كمان في قناتنا شقق للبيع في محافظة الاسكندرية وكافة المحافظات.
أحيانا بتحصل حاجات مش مفهومة ومحدش عارف يفسرها، ومعانا النهاردة أمر غريب بيحصل في محافظة الإسكندرية. مية بتخرج من باطن الأرض، تطور غريب، وأهالي المنطقة مش عارفين إيه اللي بيحصل بالظبط. لغز بلوك بالإسكندرية، بلوك رقم 8. المية بتخرج من باطن الأرض بشكل مستمر، واللي جعل الناس كلها خايفة لأن بيهدد سلامة المباني، وكمان مصدرها غير معروف بالمرة. والمشكلة إن المية بتخرج باستمرار. الاتصال بحي المنتزه أول بالإسكندرية، وده علشان ينسق مع عدة جهات علشان يعرف السبب الحقيقي لخروج المية بشكل كبير في أحد البلوكات اللي فيها اللغز. بيتوجه الحي المنتزه بجهود لتحديد أسباب خروج المية من باطن الأرض، وده بيحصل داخل شقة سكنية ببلوك 8 في منطقة دربالة. شكوى السكان ويهدد السلامة الإنشائية للعقارات في المنطقة بالكامل. اتصال الناس، شكوى واستغاثة من الأهالي بشارع ابن عقيل في منطقة دربالة علشان وجود مية بتخرج بكثافة من بطن الأرض داخل البلوكات، وخاصة في بلوك 8. وده أمر غريب جدا وبشكل غير مسبوق، محدش عارف السبب. تطور جديد باستعانة الحي بأستاذ من كلية الهندسة في جامعة اسكندرية علشان يعمل تحليل مكثف، وكمان يقدر يفسر الظاهرة الغريبة اللي بتحصل في بلوك 8 اللي بقى ليه لغز غريب. وده عشان يحلل عينات المية اللي بتخرج من بطن الأرض، وعشان كمان يعرف مصدرها. وده حصل بتواجد من ممثلي مديرية الطرق وكمان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية. وفي إطار متابعة الموضوع الغريب واللغز، بيوضح المهندس رئيس الحي إنه يجري كسح وبيتم شفط المية أول بأول من أسفل البلوك بمنطقة دربالة، وده حرصا طبعا على سلامة المواطنين والمرافق العامة وشبكة الطرق. خروج مية بالشكل ده من باطن الأرض. هنتابع آخر الأخبار معاكم وايه اخر تحليلات المية وايه سببها، ولكن حاليا محدش عارف ايه السبب لان الحي لسه بيجري التحليلات بتاعته علشان يقدر يعرف السبب. لو حد عنده اي تعليق اكتبوا لنا اسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك علشان نرسل لكم كل الاخبار والجديد بمحافظة الاسكندرية. وبننزل كمان في قناتنا شقق للبيع في محافظة الاسكندرية وكافة المحافظات. أحيانا بتحصل حاجات مش مفهومة ومحدش عارف يفسرها، ومعانا النهاردة أمر غريب بيحصل في محافظة الإسكندرية. مية بتخرج من باطن الأرض، تطور غريب، وأهالي المنطقة مش عارفين إيه اللي بيحصل بالظبط. لغز بلوك بالإسكندرية، بلوك رقم 8. المية بتخرج من باطن الأرض بشكل مستمر، واللي جعل الناس كلها خايفة لأن بيهدد سلامة المباني، وكمان مصدرها غير معروف بالمرة. والمشكلة إن المية بتخرج باستمرار. الاتصال بحي المنتزه أول بالإسكندرية، وده علشان ينسق مع عدة جهات علشان يعرف السبب الحقيقي لخروج المية بشكل كبير في أحد البلوكات اللي فيها اللغز. بيتوجه الحي المنتزه بجهود لتحديد أسباب خروج المية من باطن الأرض، وده بيحصل داخل شقة سكنية ببلوك 8 في منطقة دربالة. شكوى السكان ويهدد السلامة الإنشائية للعقارات في المنطقة بالكامل. اتصال الناس، شكوى واستغاثة من الأهالي بشارع ابن عقيل في منطقة دربالة